الله يكسر اللي كسرنا عليك. وليش اشتقت الكتوى يا ماما؟ والله اشتقت الكتوى وقلبي والله اشتقت الكتوى روحه. قال له يا علوية الخنازير انت بتحب القرآن تدخلني متحرف كتاب القرآن بالخزان. قال لي متحرف؟ شو يعني متحرف؟ شو يعني متحرف؟ قال لي تحب القرآن؟ انت طلاب جامعة بتحب العلم يا علوية الخنازير. اخذ الموبايل ابني. عندما تترك مناطق بدون حماية كافية، وعندما تعطى شرعية غير مباشرة لبعض الفاعلين، وعندما تغيب المحاسبة، هل هذا مجرد خطأ في التقدير؟ أم أن هناك أولويات أخرى كانت أهم من حماية الأبرياء؟ يسأله أحدهم إن كان سنياً أم درزيا. ايش يعني سوري؟ مسلم ولا درزي؟ درزي؟ درزي يا اخي. درزي زي رواق درزي. درزي قال لي قسم بالله. هاويته درزي هاويته. درزي والله لا. يا اخي درزي. مجرد أن قال الرجل أنه درزي أطلق مسلحون الرصاص عليه لمرات عدة. تتحفظ BBC على عرض لحظة سقوطه ميتا. لنأخذ على سبيل المثال ماذا قال المبعوث الأمريكي توماس براك إلى الشرق الأوسط عبر منصته على إكس. أدرك الرئيس دونالد ترامب مبكراً أن سوريا ليست مشكلة يمكن إدارتها، بل فرصة يجب اغتنامها. نشرت صحيفة The Wall Street Journal بتاريخ 22 نيسان أبريل 2026 مقالاً لاذعاً انتقدت فيه أداء السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث إلى سوريا توم براك، معتبرة أنه لا يكتفي بالابتعاد عن السياسة الأمريكية، بل يساهم فعلياً في تقويضها من داخل موقعه الدبلوماسي. وترى الصحيفة أن باراك بدل أن يمثل توجهات واشنطن، بدا وكأنه يتبنى خطاباً أقرب إلى مواقف بعض القوى الإقليمية في سلوك يتناقض مع الدور التقليدي لأي مسؤول أمريكي بهذا المستوى. وفي السباق السوري اعتبرت الصحيفة أن تصريحات باراك السابقة ساهمت في خلق انطباعات خطيرة لدى بعض الأطراف، وكأن هناك ضوءاً أخضر لتحركات عسكرية حساسة، وهو ما انعكس ميدانياً بتصعيدات كلفت المنطقة مزيداً من التوتر والدماء. من كان مسؤولاً عن ضمان سلامة الأقليات؟ هل تم التضحية بهذه المجتمعات ضمن صفقات سياسية أكبر؟ لبناء أبراج ترامب وملعب الجولف ومنتجعات إسلامية في الساحل السوري على أنقاض أهلها ودم العلوي اللي بعده ما نشف. Proposed Trump National Golf Course, Syria. Of course, we are ready for it. If someone can do it, absolutely, my dearest friend. Of course, it's ready. And actually, while I'm designing the project, I have in my consideration that this is going to be like Trump Golf Course. هكذا أكدت جريدة نيويورك تايمز بالتسريبات المعلنة عن لقاءات عائلة الخياط وعائلة ترامب، ابنته إيفانكا وصهره كوشنر. وبعد لقاءات كثيرة بين عائلة الخياط وبعض أفراد الكونغرس الأمريكي وعائلة ترامب باجتماعات مغلقة وعشاءات فاخرة، سافر أفراد من عائلة الخياط إلى دمشق للقاء الرئيس السوري الجديد، وكان الرئيس أحمد الشرع الجولاني. قبل أسابيع قليلة فقط قائداً متمرداً رصدت مكافأة أمريكية قدرها 10 ملايين دولار للقبض عليه في إطار مكافحة الإرهاب. أما الآن فقد أصبح في السلطة، لكن على رأس دولة مدمرة كان جزء كبير من بنيتها التحتية بحاجة إلى إعادة إعمار. لكن كانت هناك مشكلة في كل هذه الصفقات، إذ كانت جميعها تعتمد على رفع العقوبات الأمريكية بشكل دائم. Came to Washington to lobby. He brought along a stone engraved Trump International Golf Club, Syria. And he gave it to Congressman Wilson, who asked for more copies so he could give one to the White House.
وقد بدأت مساعي استمالة الكونغرس في الربيع، حيث عرضت رحلات جوية مجانية إلى سوريا على بعض أعضاء الكونغرس، وكان إلغاء العقوبات يحظى بدعم واسع من مجموعة تسمي نفسها مجموعة الأمريكيين السوريين. Later, on December 18, 2025, Donald Trump lifted those sanctions. فأعضاء الكونغرس اللي زاروا سوريا بطيارات خاصة وقبضوا عليها كوري ميلز، إبراهام همادا and Joe Wilson. Forward to having a free, democratically elected Syria, a Syria that's going to advance forward, build trade and economic relationships with the U.S., and hopefully continue to advance. As we make America great again, let's beneficial for the world that we have a sovereign and stable and indeed secure, peaceful and prosperous Syria. And so it's going to take time. كانوا في زيارة غير رسمية. هؤلاء الرحالة زاروا سوريا بزيارة غير رسمية، لم يتم التمويل لها أو دعمها من قبل حكومة الولايات المتحدة، ولم يشارك البنتاغون ولا وزارة الخارجية في التخطيط لها، يعني مثل شوربة وسيران وتفصفص بزر عجب القاسيون، وبيقعدوا على زوم مع جو ويلسون. هن الثلاثة، واحد من عائلة الخياط وواحد نعيمه اسمه ما بعرف شو اسمه نعيمه، بقرروا مصير بلد بكامله. لماذا لم تكن هناك مساءلة حقيقية رغم تكرار الانتهاكات، بل إعطائهم الفرص للمزيد من تلك الانتهاكات بحق الأقليات وخاصة الطائفة العلوية، وأيضاً إعطاء هذه الفصائل المساحة الزمنية والسياسية لتحويلها إلى جيش عقائدي بشكل تدريجي. كانت تلك المراحل واضحة على أرض الواقع بالرغم من إدراككم للمخاطر التي ستؤدي بالمنطقة إلى التهلكة. هل يمكن أن يحدث هذا دون أن يلاحظ صانعو القرار؟ حيث ختمت صحيفة وول ستريت جورنال بنبرة لاذعة حادة، معتبرة أن ما يطرحه باراك لا يمكن وصفه بسوء تقدير عابر، بل على العكس خللاً أعمق في فهمه لطبيعة الصراع في الشرق الأوسط، محذرة من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى إرباك الحلفاء وتقويض ما تبقى من وضوح في السياسة الأمريكية في المنطقة. فاتفقتم على المحاصصة على جسد وطني المثقل بالدم. عندما تصبح حياة الأقليات مسألة ثانوية، فالمشكلة ليست فقط في الفاعلين على الأرض، بل في النظام الدولي الذي سمح بذلك. السؤال ليس فقط من فعل، بل من سمح ومن تجاهل.